من أسباب عذاب القبر أجارنا الله وإياكم والمسلمين الكذب. ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، وأنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ به قفاه. حديدة عندها زي العكاز، حديدة يدخلها في طرف شدقه فم حتى يصل بها إلى قفاه، ثم يفعل ذلك بشدة في الجهة الثانية. قلت من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، قلت من هذا؟ قال هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يعذب في قبره، يكذب، يحب يألف، يحب يكذب، يحب يرسل في الواتساب شيء يعمم على الناس. هل وقفت على هذا؟ هل هذا صدق؟ لا، يكذب، يريد أن يضحك الناس. وأتى صلى الله عليه وسلم على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شطر النهر رجل بين يديه حجارة. تخيل يا إخوان، واحد يسبح في نهر من دم، إيش الرائحة، إيش المنظر، شيء كريه، يسبح في ذلك النهر. واحد ثاني على الشاطئ عنده حجارة. قال فيقبل الرجل الذي في النهر يسبح حتى يصل إليه، فإذا أراد أن يخرج، يريد أن يخرج من النهر، رمى الرجل بحجر في فيه، يأخذ حجر يرميه في فمه فرده حيث كان، يصل الحجر في فمه فيرجع إلى وسط النهر، ثم يسبح وهكذا. قلت من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول جبريل من هذا؟ قال هذا آكل الربا. قال ورأى رجلا مضطجع على قفاه، رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه، واقف عند رأسه. قال وقائم على رأسه بصخرة فيشدخ بها رأسه، يشيل الصخرة ويفك رأسه نصين، يشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق ليأخذه، فإذا عاد رأسه كما كان، فيضربه بالحجر، وهكذا يعذب بهذا الحجر. قلت من هذا يا جبريل؟ فقيل هذا الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، هذا الذي ينام عن، هذا الإخوان الحديث في البخاري، هذا الذي ينام عن الصلوات المكتوبات. وأحاديث يا إخوان في عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هي دي حقيقة القبر، مفيش دلع هناك بقى. يعني مش هتدخل تقول ياي ده في تراب، ايه ده الدنيا ضلمة. فوق يا عمي، اصحي يا حاجة. القبر فيدخل عليه رجل شديد سواد الوجه شديد سواد الثياب منتن الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك الأسود، معك إلى يوم القيامة. الواحد لو جه واحد ريحته شوية يبقى قاعد متأفف، هيقوم امتى؟ شوف، أول حاجة في العذاب إن أعمالك السيئة تبقى قدامك. لا، ومعك إلى يوم القيامة. تخيل بقى، ده نفسه عذاب، وجود أعمالك السيئة قاعدة معاك في القبر لوحده، ده عذاب. يا ترى لسه مش ناوي تتوب؟ لسه مش ناوي تبيض الصورة شوية قبل ما تموت وتدخل القبر وتقعد لك أعمالك؟ تخيل بقى لما تبقى قاعد في القبر وتلاقي قدامك زانية زنتها، وسرقة سرقتها، وكذبة كذبتها، وغلطة غلطتها، وخيانة خنتها، ومصيبة عملتها. كل ده تلاقيه قاعد قدامك تتأمل فيه إلى يوم القيامة. إن كان عملك صالحا أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الريح، زي ما الميت بيقول له كده، بيقول له إيه؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير.
انت مين؟ ايه الحلاوة دي؟ فيقول له انا عملك الصالح. يا ترى هيجي لك عملك الصالح النهارده؟ هو ده الشاهد، دخول الجليس. ودي من اخطر اهوال القبر، والا جلوس هذا الجليس يكفر به عن سيئاتك. اللهم اجعل مآلنا الجنة، اللهم اجعل قبورنا والمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة. اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من خزي أهل النار. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.